بيقول لك الريال فاز على برشلونة في عقر دار الريال، والريال فاز على السيتي في عقر دار السيتي، والريال لا يخشى أحد في أوروبا. الريال بطل أوروبا وبطل الليجا. الريال يمين شمال شغال. الريال بطل الليجا وبطل دوري أبطال أوروبا، ورسميا الريال في أي حتة بيفوز على أي حد. شخصية البطل هي ريال مدريد، شخصية القوة والإصرار والعزيمة تكتب بأسامي وتاريخ ريال مدريد. المستحيل ريال مدريد، كل شيء ريال مدريد. ريال مدريد ريال مدريد ريال مدريد ريال مدريد. مساء اهلا بكم في قناتكم المفضله، قناه مساء كوره. اشترك في القناه وفعل الجرس واللايك والكومنت الايجابي هيسعدنا تقديم الافضل. وما ننساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. الريال يفوز على برشلونه ب3 اهداف مقابل هدفين في سانتياغو برنابيو، ويعزز الصداره ب81 نقطه بفرق 11 نقطه عن برشلونه، ويضمن اللقب الليجا رسميا. اما عندنا فالسيتي يفوز على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء عن طريق برناندو سيلفا، وجوارديولا يقول لك كاس الرابطة دلوقتي اهم من الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. واليونايتد يفوز على فور سيتي بركلات الترجيح بعد مباراة ممتعة ب3 اهداف لكل فريق. والزمالك يتعادل سلبيا مع درامز في القاهرة في عقر دار الزمالك، الدرامز يجبر التعادل على الزمالك. والاهلي في مازيمبي يتعادل، وتعادل ايجابي ليس سلبي، لانه تعادل سلبي 0-0، ولكن تعادل ايجابي للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هنا في استاد القاهره راح يغلب مازيمبي ويوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا. اشترك في القناه وفعل الجرس واللايك والكومنت الايجابي يساعدنا تقديم الافضل. يلا بينا على الحلقه. هنبدا بمباراه الاهلي ومازيمبي. الاهلي ابتدى في اول دقيقتين بهجمه مرتده رائعه، مفيش اجمل ولا احسن من كده، ولكن اهدرها ابو سليم. وعندنا الكاميرات في افريقيا بقى في اخراج سيء جدا جدا، ما بقيناش عارفين مين اللي بيلعب ومين اللي ما بيلعبش. الكوره تبقى في نص الملعب تلاقي لسه المخرج عند الجون هناك بيدور على الكوره فين، عقبال لما بيروح بتلاقي الكوره رجعت تاني في مكانها، ولكن التصوير في افريقيا سيء. وعندنا كارثه كبيره جدا جدا، نهضه بركان ما يكملش مباراه اتحاد العاصمه بسبب الشعار بتاع منتخب المغرب. اداء سيء، كرة سيئة في افريقيا. الزمالك يتعادل سلبيا وفرص ضايعة. الزمالك ينتظر الانتصار من درامز فين؟ هناك في غانا. واقول لك على حاجة كمان، من الواضح ان لعيبة الزمالك اتغرت في نفسها بعد الفوز على النادي الاهلي، وانا بقولها لكم. هنخش على ريال مدريد وبرشلونة. عندنا ريال مدريد ابتدى بهجمات مرتدة، ولكن برشلونة بالخدعة من كريستنسن العرضية من الواضح ان هم متدربين عليها، حتى في ماتش باريس سان جيرمان سجل كريستنسن منها، متدربين عليها، تشافي مدربهم عليها. ونيجي كمان ضربة جزاء لفينيسيوس جونيور يتعادل. وفي كورة جدل هحطها لكم، جدل جدا جدا جدا، لحد الآن مش عارفين الكرة دخلت ولا لأ، أو هدف صحيح أم غير صحيح لبرشلونة، ولكن هو الحكم ما حسبوش. ولكن في جدال كبير جدا جدا في العالم حاليا بيتأكد إن في حاجة غلط في الكورة، لا إما دخلت أو ما دخلتش، ولكن الحكم قراره هو الأول والأخير وحسم اللقاء. نأتي الهدف عند فيرلان لوبيز ليسجل الهدف الثاني لبرشلونة، ولكن فاسكس لا يهدأ ولا يتجنن، لأن ده ريال مدريد، ويأتي بالتعادل. ويأتي نجم الجديد النجم بلينجهام ليسجل الهدف الثالث ويقول انتهى عصر كريستيانو وميسي، ولكن أتى عصر بلينجهام ويمين يامال. عصر جديد، عصر حديث، عصر ميسي وكريستيانو اللي كان العالم كله بيخليه يتفرج على الدوري الأسباني رجع تاني، لأن بلينجهام ولامين يامال لاعبين مفيش أجمل ولا أروع من كده. لاعب إنجليزي شاب اسمه بلينجهام بال20 سنة يتألق ويبدع في أوروبا وفي أسبانيا، والنجم يمين يامال أيضا يبدع في أوروبا وفي أسبانيا. روعة ومتعة وإصرار وعزيمة. قد نرى نجوم كبار جداد في ريال مدريد اسمه بلينجهام، ونجم كبير اسمه يمين يامال في برشلونة. يا جماعة مطوشة نار في أوروبا. ريال مدريد لا يخشى كبير ولا صغير ولا وسط، ولا يخشى أي حد في أوروبا. ريال مدريد
ماشي على خطى ثابته. وكمان لازم نتكلم على ريال مدريد، ودي احصائيه مرعبه يا جماعه الخير. الاحصائيه ايه بقى؟ ان ريال مدريد اخر 46 ماتش ما خسرش غير مباراتين. يعني فريق ما خسرش غير من اتلتيكو مدريد. يعني فريق ريال مدريد جامد جدا جدا جدا، ما عرفش يخسره غير سيميوني. تخيلوا، مفيش غير ماتش في الدوري وماتش في كاس الاتحاد الاسباني هو اللي خسر. يعني ماتشين هم دول اللي خسرهم من اتلتيكو مدريد. لكن في العالم في الدوري ما خسرش غير من اتلتيكو، وفي كاس ما خسرش غير من اتلتيكو، في دوري ابطال اوروبا ما خسرش من حد، في اي حته ما بيخسرش من حد، ما خسرش غير من اتلتيكو. كله مركز مع باير ليفركوزن، لكن باير ليفركوزن حقها. نتكلم عن مباراه باير ليفركوزن ودورتموند. باير ليفركوزن يتعادل في الثواني الاخيره ويقول لك لا شيء مستحيل على ليفركوزن. ليفركوزن يريد موسم دون هزيمه لاول مره في تاريخه بعد الفوز بالدوري الالماني. ولكن باير ليفركوزن مع تشابي الونسو قد نرى موسم روعه جدا جدا السنه الجايه في دوري ابطال اوروبا من باير ليفركوزن، وقد تكون هي مفاجاه دوري ابطال اوروبا مع تشابي الونسو. اما عندنا نكمل عن قمه ريال مدريد وبرشلونه. التحكيم في اسبانيا قد يكون عار، والتحكيم في اوروبا قد يكون يجامل معظم الفرق، ولكن لا يجامل ريال مدريد ولا برشلونة ابدا. ولكن احذروا الكابوس، احذروا الكابوس، احذروا دوري ابطال اوروبا. الريال قادم وبقوة وباصرار. اللعيبة تحتاج الى راحة من اجل مواجهة بايرن ميونخ، وبرشلونة وتشافي يطالب بالتجديد ولكن بمطالبات ثلاثية: دعم خط الوسط، ودعم خط الدفاع، ودعم خط الهجوم برأس حربة قد يكون له إمكانيات جيدة جدا جدا من أجل الصراع على الألقاب، ومن أجل الصراع على الألقاب، ومن أجل الحفاظ على أي لقب، لأن السنة دي موسم صفر لبرشلونة. خش كمان على مباراة تشيلسي والسيتي. أنا عايز أتكلم عن مهاجم تشيلسي. لما مؤاخذة ده مهاجم يلعب في آخره في مركز شباب المعاصرة عندنا هنا عشان نبقى على الدغري وعلى الجدون. ده لعيب اسمه جاكسون. جاكسون ده داخل ب4 انفرادات أمام السيتي، مفيش كورة عارف يسجلها أو عارف يحطها بشكل جيد نقول إن هي ضاعت وهي داخلة المرمى. لكن كل كورة يسددها في الحارس، يسددها بره، مفيش إمكانية عنده. ده أنا مش عارف إزاي بيلعب في تشيلسي. لكن عندنا النجم بالمر حتة لعيب جميل، لعيب اسمه الصعب السهل. الكرة الصعبة بيخليها سهل، يعني اللعبة الصعبة بيخليها لك أسهل مما تمكن. وعندنا في السيتي كان إجهاد 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 إجهاد. من الواضح إن لعيبة السيتي كانت مجهدة جدا جدا في مباراة تشيلسي. السيتي الماتش الجاي عنده برايتون، وتشيلسي عنده توتنهام ممتع ومثير. أرسنال يفوز ويبدع في الصدارة، والليفر يفوز ويستعيد إلى المركز الأول في البريمير ليج. الليفر بعد الخروج من أتلانتا وخسارته من كريستال بالاس، الليفر ما قداموش غير الدوري الإنجليزي، لا يفوز بيه لا إما يبقى موسم صفر الليفر، ويبقى الموسم اللي كان هيبقى استثناء اليورجن كلوب بقى موسم صفر. اشترك في القناة وفعل الجرس واللايك والكومنت الإيجابي يساعدنا لتقديم الأفضل. وما تنساش إنك تدعي لإخواتنا الفلسطينيين وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وكان معكم مؤمن أحمد، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. سلام.